السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعة حال. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. حبايبي شكرا على اللي معايا، شكرا على عيلتي اللي معايا، شكرا على عيلتي اللي نورتني، وشكرا ان عيلتي هتكبر وحبايبي اللي هينوروني، وشكرا لاي تعليقات حلوه جميله. والله من قلبي بجد شكرا. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا حبايبي واهل ناسي. انا فرحانه لان انتم معايا، ويعني قد ايه حلو قوي ان يبقى معاك عيله، مش من بس وطنك، لا، من خارج الوطن العربي ومن داخل الوطن العربي، من كل حته في الدنيا كلها. اهلك وعيلتك يكونوا معاك وبيحبوك رغم بعد المسافات. بجد والله بقولها من قلبي، والله بحبكم قوي 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 حبايبي. النهاردة عاوزة اكلمكم عن ايه اللي حدث للفنانة الكبيرة سوسن بدر، وايه اللي عانته مع والدتها الفنانة الكبيرة امال سالم. الفنانة الكبيرة امال سالم دي كانت قايمة بدور امونة في مسرحية ريا وسكينة. مسرحية ريا وسكينة دي كانت بطولة شادية والفنانة الكبيرة الفنانة الكبيرة سهير البابلي. المهم ايه اللي حدث؟ بتقول ان امي ابتدت يجيلها مرض الزهايمر ده، ابتدى يجيلها في المسرحية وبقت تنسى حاجات ويظهر عليها اعراض غريبة. وما بتقول احنا طبعا في هذا الوقت في الثمانينات. بتقول ان الوقت ده لان المسرحية كانت اتعرضت تقريبا سنة 1985، فبتقول الوقت ده كان المرض الزهايمر ده ما كانش واضح وما كانش معروف جدا، كانش معروف يعني مش كانش زي ما احنا دلوقتي عارفينه. فبتقول امي ابتدت تتعامل بتصرفات غريبة وتعمل حاجات غريبة وتنسى، وبتنسى حاجات وبتفتكر حاجات من صغرها. ومهم ان هي يعني انتوا عارفين مرض الزهايمر ده قد ايه بيكون صعب جدا، خصوصا لكبار السن. بتقول ان امي ابتدى يظهر لها في مسرحية ريا وسكينة. بتقول ان المرض ده ظهر لها سنة 1980 وهي ماتت 2010، يعني حوالي 30 سنة وهي مريضة بيه. وبتقول كنا بنتعامل معاها يعني كالبيبيهات والأطفال. بتقول قعدنا ندور على دكاترة، طبعا مش معروف وطبعا محدش عارفه ولا الدكاترة عارفينه، عفوا. الى ان بتقول دورنا على دكتور من بره كان جه في مصر، فسألناه فكان قال لها ان المرض ده لسه ظاهر ولسه مكتشفينه دلوقتي وما كناش عارفينه. هو طبعا كان موجود بس ما حدش عارف وما كانش منتشر باسمه اللي هو الزهايمر. المهم بتقول اتعاملنا معاها وما بقاش نخرجها، واتعاملنا معاها كانها كان طفل، وحاولنا ان احنا نعالجها. الدكتور قال لها مش المشكلة في بداياته، المشكلة ان هو في نهاياته تبقى ازاي، لانه نهاياته بدون ان ممكن تكون ان هي ممكن تنزل او تتوه او حاجة زي كده وما يعرفوش. وانتوا طبعا عارفين قد ايه ان هو رغم ان هو بيبقى مرض آه يعني زي ما زي ما عندنا بنقول ايه، مرض يعتبر ان هو ايه كحالة يعني حالة نسيان. زهايمر ده حالة نسيان، بس هو قد ايه بيبقى خطير. لو ده بيبقى عايز رعاية كاملة جدا، وان البني ادم ده انت لازم تكون ملازمه في كل وقت وكل حين، ممكن يتصرف تصرف هو مش واخد باله منه، فبيبقى اللي معاه بيبقى لازم قد ايه عارفه. تقول قد ايه امي رغم ان هي كانت بالمرض ده و30 سنة دول قد ايه كانت موجودة ومعاها، بس قد ايه على قد ما هي سابت فراغ كبير في حياتنا. ده اللي قالته الفنانة الكبيرة سوسن بدر على لسانها. حبايبي، عايزه اكلمكم عن موقف برضو حصل للفنانه الكبيره سهير البابلي. ان هي كانت متزوجه من الفنان الكبير منير مراد، وهو كان اخو الفنانه الكبيره ليلى مراد، وهو بيقولوا ان هو اسلم علشان يتزوج الفنانه الكبيره سهير البابلي. بتقول ان هي كان عندها بنتها 12 سنه. بتقول ان انا سبب طلاقي من الفنان الكبير
منير مراد ان هو كان عطوف وحنون جدا، بس هو كان سبب ان هي بنتي ما كانتش متقبلة ان هو مش والدها، وكانت بتقول مرة بتروح عند والدتي، مرة بتروح عند خالتي، عند اختي. فالوضع ده ما كانش عاجبني، الا ان فعلا منير مراد الفنان الكبير منير مراد قال لها طب خدي شقة وهي تبقى جنبنا وتبقى معاها الدادة بتاعتها. لكن بتقول الموضوع ده كان منغص عليا حياتي، وكان مسبب لي ألم جامد جدا، وكان مضايقني ازاي بنتي تبقى بعيدة عني، وازاي تروح مرة عند خالتها مرة عند والدتها، وازاي تبعد وازاي تبقى قاعدة مع دادتها، انا امها والاولى بيها. وده كان سبب الطلاق من الفنان الكبير منير مراد من الفنانة الكبيرة سهير البابلي. حبايبي دي حاجات انا بقول لكم عليها حدثت. حبايبي يا رب اتمنى تكون عجبتكم حاجات جميله من زمن الفن الجميل. حبايبي اوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه. حبايبي اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي واهلي.